اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله Amazing Ideas. النهارده يا جماعه الفكره رقم 411. الفكره رقم 411. حد يقول لي انا كلام مظبوط ولا انا سامع غلط؟ 411 ولا تقصد 41 تقصد 14 411 طول. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. انا بتكلم دلوقتي من 2015 لحد اللحظه. الفكره رقم 411. ابتكار، تطوير، حلول، كل حاجه، ما سبتش حاجه الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. بس المهم اللي يسمع واللي يفهم واللي ياخد بالكلام ده المهم، مش انها تفضل موجوده في زي ما بيقولوا في العلب، يعني تفضل موجوده في العلب، ما فيش حد بيستخدمها ولا بيستعين بيها ولا بيستنفع بيها. هو ده الاساس. المهم النهارده انا بتكلم معاكم في فكره مذهله بمعنى الكلمه. برجع تاني للبطولات والعوار الرهيب، الاسلوب الخاطئ مليار في المية للبطولات وتنظيمها. اقصد تنظيمها داخل فنيا داخل البطوله نفسها، في الجزء او في الشق الخاص بالفرق والمباريات ونظام البطوله نفسها. تمام، مش بكلم في تنظيمي اللي هو التنظيمي اللي هو الاداري بقى ومباريات والكلام ده والاستادات والحاجات دي، لا. امر في منتهى الاهميه والخطوره في البطولات، ويقدر الامر ده ينجح لك بطوله ويبوظ لك بطوله. يدي لك للناس اللي بتحب قوي الجوانب الاقتصاديه والماليه، يدي لك جوانب ماليه فوق الوصف جامده جدا جدا وترويج على اعلى مستوى، او انه يخسف لك بيها سابع ارض زي ما بيحصل دلوقتي. لو بالنسبه بقى للجماهير، متعه، اثاره، قوه، نديه. بتفرج على كل المباريات تقريبا، مش هقول يعني، هنقول يا سيدي 95% على الاقل، 90% على الاقل. مش اللي بيجرى دلوقتي في اتخن بطوله اللي هي كاس العالم. اتخن بطوله اتحداك، وانا عارف ان في دراسات اتعملت للكلام ده، اتحدى ان يقول لك 60% اقصاها من مباريات البطوله هي اللي كانت الى حد ما تشاهد، مش هقول لك ممتعه، كويس، تشاهد، يعني اللي هي ايه، ممكن الاقي فيه عدد جماهيري لا باس بيه، كويس. فالممتعه بقى والرهيبه والرائعه دي تعدى صوابع اليدين، مش هقول لك الايد الواحده يا سيدي، اوكي، مع عدد مهول. تعال حضرتك بقى للكارثه العظمى اللي اتحصلت السنه دي بالبطوله. انا بسميه ايه، كل اللي عدى على الفيفا سلام عليكم، تعال ادخل معانا كده، هي ما تجيش الا كده. 48 فريق في كاس العالم، اللي هو المفترض البونبونايه، او المفترض هقولها ازاي يا جماعه، يعني هقول لك زي مثلا تورتايه، تمام، وانت بتعمل عليها الحشو بقى والمكسرات والحاجات اللي من فوق، اللي هي مع كامل احترام يعني بتفرق فرق شاسع، يعني بدونها بتحس فرق شاسع. لو انت بتاكل تورتايه كده عجين، يعني اللي هي اسمها ايه دي، كيك بس، يعني من غير الحاجات اللي عليها. ده زي المكافأة، دي زي التتويج للمفروض، انا بقول المفروض مش اللي بيجرى دلوقتي، تتويج حقيقي للفرق، وبيقول لك دي الفرق الافضل في العالم بمعنى الكلمه. يعني حضرتك تجيب لي ربع فرق العالم تلعب البطوله النهائيه، ده منطق؟ ربع فرق العالم. طيب هل كل فرق العالم على مستوى مميز او اقل تقدير بيبدا من جيد فما فوق؟ طبعا لا. انت بتتكلم دلوقتي 202، قال لك اخر حاجه، انا اخر احصاء لقيت 212 دوله. ال 212 دوله دول حضرتك 212 دولة، مش عارف ولا 210 حاجة كده، هاتهم كده حضرتك، أتحداك لو طلعت منهم 120 دولة، والكلام ده قلته قبل كده كتير جدا وأثبته بالأدلة الكاملة، قلته مني، ما بقولش أي كلام نهائيا رأيي، لا، بقول مبني على أدلة وإثباتات وحقائق ومنطق. هات حضرتك كده، أتحداك لو طلعت 100 نصهم، يعني تقريبا 120 دولة اللي تلاقي عندهم كورة بجد. تعالى كده حضرتك اللي عندهم كرة جميلة او كرة ممتعة او كرة حتى تشاهد، تمام، هتلاقيهم نص العدد ده، 50-60 دولة. يبقى حضرتك جبت كل الدول اللي عندهم كرة تشاهد، الكرة الجميلة، وحطهم لي في كاس عالم. طيب في دول طبعا خرجت في الميغة دي، في الزحمة دي، زي ايطاليا، زي دول اخرى. تعالى اللي عندها كورة، يعني
تعالى حضرتك هتلاقي دخل مين بديل عنها، لان كمان ده بقى مشكله اكبر، ان انت عامل نظام ان في تكدس الدول المميزه او اللي كورتها تشاهد موجوده في قارات معينه. فحضرتك في قارات زي اوقيانوسيا وزي امريكا الشماليه الى حد ما، الكاريبيان والكلام ده، وحتى في افريقيا كمان في قارات يا اما ما فيهاش كوره، مش هقول من اصله، هقول ما فيهاش كوره بنسبه كبيره، او حضرتك الكوره اللي فيها مش الكوره الامثل، او في تراجعات ضخمه جدا بشكل فظيع زي افريقيا على سبيل المثال، تقلبات غريبه جدا بالذات افريقيا السمراء. طيب لما تلاقي حضرتك ان كل ده بيحصل وانت بتعمل كاس عالم بتاعك 48، ده ازاي يعني بالعقل وبالمنطق؟ هيأدي ده ايه حضرتك؟ هيأدي بكل بساطه ان في حاجه اسمها دور اول، اللي هو مش سوري يعني مش حاجه كده تتلعب في يومين ثلاثه، لا ده دور الاساسي، الدور المفصلي، الدور اللي هو اساس القصه، اللي هو نص البطوله تقريبا. الدور الاول ده حضرتك اللي هو دور المجموعات، هيأدي ايه ده بقى؟ هيأدي ان دور المجموعات ده نص مبارياته لا تشاهد، نص مبارياته من أسوأ ما يمكن، نص مباريات هنرجع تاني نظام ايه. انا بص كلمتي بان فيه كفايه، وعملت حلقه خرافيه لو نتذكر بعد القرعه مباشره، ذكرت فيها كل العوار وكل السلبيات وكل الكوارث اللي موجوده في البطوله دي من كل النواحي، على فكره من كل النواحي. الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، كنت اول من توقعت، مش عايز اقول الوحيد يمكن لحد دلوقتي، اللي توقعت ان اقامه البطوله في المكان ده في التوقيت ده مش جيد ابدا، وهيعمل مشاكل ضخمه للغايه. وكان ده كان ده لو نتذكر قلته وكررته اكتر من مره، واخرها لو نتذكر او سوري كان انا فاكر اني عملت حلقه مدويه بعد كوبا امريكا الاخيره اللي كانت من يجي سنتين، واكدت كل حرف قلته. كل ده موجود يا فندم، كل ده موجود، مفيش مخلوق عمل ده، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله كالعاده. يقول لك اساطير، اكتشفت بعد كده ان لا دي كره قدم يا جماعه، لا ده مش، لا ده فيها مواويل، مواويل، كله كله بيخش مولد كاس، مولد كره القدم ومولد كاس العالم بالتحديد. بقت هي الشهره، هو الملاذ. ابص الاقي يقول لك اقتصاديين، اقول لك ناس بتشتغل مش عارف في الرياضيات، ناس مش عارف بتشتغل في الاقتصاد الايه، ناس يا دي النيله يا جماعه، ده في الاول وفي الاخر دي مجرد يعني دي رياضه، رياضه رائعه وكبيره وبتاع، لكن تحولوها لحاجه تانية خالص. فلسه بيتكلموا على موضوع، اكتشفت لسه والله مكتشفه امبارح، تخيلوا ان في حد تنبأ بالثلاث فائزين لكؤوس العالم 2014 2018 2022، اسمه جيروم كليمنت، اقتصادي في مجال الاقتصاد يعني والاحصائي والكلام ده في المانيا. ده هعمله حلقه لوحدها، لان ده يعني بصوا حد صراحه هعمل لكم حلقه خرافيه يعني، ده بيحتفي بيه العالم كله. بص حضرتك كاتبين عليه ايه، كاتبين حاجات رهيبه، كاتبين اللي مش عارف ايه حاجات فظيعه، بالذات في الصحافه المصريه او في الرياضه سوري في الاعلام العربي عندنا هتلاقي حاجات مش طبيعيه عليه. طيب هاجي اقول لهم عشان انتوا بتعشقوا زي ما بيقولوا عقده الخواجه، اوكي، مع كامل احترامي طبعا وتقديري، لو فعلا في شخص من اي دوله عمل شيء جيد وايجابي فوق دماغي بمعنى الكلمه، لكن لما حضرتك يكون عندك البديل الافضل والاحسن واللي تفوق ومن عندك ويقوض بالطريقه دي، وما ياخدش حقه بالطريقه دي، وما ياخدش حتى اعتباره بالطريقه دي، طب ارد اقول لك ايه يعني اقل ما يقال عليها خزي، مش عايز اقول كلمه اخرى، مش عايز اقول عار. ده بتتكلموا في 3 بطولات كاس عالم، وهفندهم لكم بالتفصيل، واقول لكم حتى هو نفسه بيتكلم على المنهج اللي كان بيتبعه والاسلوب اللي كان بيتبعه، كل ده هقوله لكم في الحلقه، انتظروها. طيب هو عمل الكلام ده والدنيا بتحتفي بيه وبقى حاجه واو واتغيرت حياته تماما زي ما بيتقال. طيب اللي حضرتك بقى 2018 2022 كأسية عالم، اوكي، خلي بالك ان هو بيتكلم بيقول لك الفائز بالبطوله مع بعض، يقول لك بعض الامور في المسار بتاع البطوله بعض. طيب اللي توقع لك المسار، مش هقول لك كاملا يا سيدي، هقول لك غالبيه المسار، اللي توقع لك الفرق مش الفائزه، الفرق الصاعده
اللي توقع لك الفائز، اوكي، اللي توقع لك 2022، اللي توقع لك مردود بعض المنتخبات زي منتخب مصر على سبيل المثال، زي اورجواي، زي روسيا، زي لو بنتكلم في 18 او بنتكلم في 22. اللي توقع لك كؤوس اوروبا اكتر من كاس، توقع لك كؤوس افريقيا كامله من اول 2015 لحد او من اول 2017، انا بعتذر، 2017 لحد الكاس الاخير. اللي توقع لك كاس اسيا، اللي توقع لك عدد كبير من البطولات المحليه، اللي توقع لك احداث كتير جدا جدا جدا. فوق ده كله اللي عمل لك كميه خرافيه من الافكار والابتكارات، غير استراتيجيات الانديه، غير تقييم اللاعبين والمدربين، غير اكتشاف اللاعبين والمدربين ايضا، غير اقول من هنا لبكره. حاجه مخزيه، والله العظيم مخزيه بمعنى الكلمه. حد يقول لي ما هو محدش يعرفك، لا، انا بعت لناس كتير، وضحت لناس كتير، بالذات الاخر سنتين دول انا شغال الحمد لله يعني عملت فوق اقصى مما عليا بكتير زي ما بيقولوا. ولا حياة لمن تنادي، مواقع وبعت، الفيفا نفسها بعت، الاتحاد الافريقي بعت، الاتحاد المصري بعت، وسائل الاعلام كتير جدا بعت، تواصل مباشر مع عدد كبير من ما يسموا اعلاميين بعت. وزي ما بقول ولا حياة لمن تنادي، كائن مصمت. المهم ندخل في الحلقه عشان مش عايز اطول اكتر من كده، هبقى اعملها حلقه خاصه ان شاء الله باذن الله. والفرق الشاسع ما بين الاخ جيروم كلامنت وبين العبد الله. طيب الفكره ببساطه يا جماعه النهارده فكره مدويه اللي انا اعملها، والله العظيم والله بحلف بالله كالعاده زي عدد كتير جدا من افكاري وابتكاراتي وتطويراتي وحلولي. الحكايه كلها قاعد كده كنت بجهز لحلقه جيروم كليمنت، فبجيب له ادله واثباتات، تمام. فدخلت على كاس العالم 2014، ما كانتش خدتني الذاكره، فجايب المسار بتاع البطوله من اول دور المجموعات. بعدين فجاه كده ومضت حاجه، الحاجه دي الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله في ساعات معدوده تحولت لنسيج كامل، توب من اروع ما يمكن كالعاده زي ما عودتكم. فكره مذهله. ايه بقى حضرتك؟ انا عملت لكم قبل كده افكار خرافيه لكاس العالم، ايه اللي يتعمل فيها؟ عملت كده فكره، مش فكره، عملت ابتكار مذهل متعدد الافكار لكاس العالم 2026 من الالف للياء، من اول التصفيات المفترض، انا بقول المفترضه، الشيء اللي كان المفروض يتعمل طبعا يعني ده ما اتعملش طبعا، من اول التصفيات للقرعه، لا على فكره من اول قرعه التصفيات، قرعه التصفيات ثم التصفيات ثم القرعه نفسها بتاعت المتاهلين، ثم للمتاهلين، ثم بعد كده نظام البطوله، حتى كمان الجانب التنظيمي، الوقت اللي تتعمل ازاي، توزيعها على كل الدول الثلاثه، كل حاجه. ما سبت الشيء، تحاشي كل المشاكل، كل السلبيات، كل الازمات اللي انا توقعتها. شوف من امتى، من ساعتها ومن قبلها كمان، واللي بتتحقق دلوقتي بالتفصيل. المهم وبدون، على فكره بغض النظر عن الحرب، هو دلوقتي خلاص ما فيش حرب، لا بس الامر ده حاصل من سنين، واعترضت جدا ان البطوله تتعمل في امريكا والمكسيك وكندا بالشكل ده وبالطريقه دي وفي حاجات كتير جدا. المهم يعني بكل بساطه قعدت افكر. نسيت اقول كمان غير طبعا الابتكار المدوي اللي هو كاس دوري العالم او كاس الدوري العالمي، ده موضوع كبير جدا، كاس عالم خرافيه، كاس عالم يعني حدث ولا حرج. قعدت افكر هو ليه يا جماعه دايما اكبر مشكلتنا بتكون ان البطوله، انت حضرتك بتبقى داخل البطوله عامل حسابك ان انا نص مباريات الدور الاول مش هتتفرج عليها، اتخن بطوله، اتحدى هتلاقي ما لا يقل عن مثلا 30 ل 40% من مباريات الدور الاول مش هتتفرج عليها. ليه؟ بسبب انضمام فرق اقل كتير جدا من مستوى الباقيين، فبتبقى في كده عدم اتزان. والمفترض والطبيعي يعني اللي يخليك تتفرج على مباريات تاني، بص يا جماعه، ما هما نوعين من الجمهور اللي بيتفرجوا على المباريات. النوع الاول النوع اللي هو بينتمي للفريق نفسه، وده بيتفرج من جانب العاطفه او الوطنيه او
التشجيع للمنتخب بتاعي او ايا كان اي سبب. والنوع التاني هو الغالب والاعظم بالذات في البطولات المجمعه، هو اللي بيكون لا ليه في ده ولا ليه في ده. فجاي اتفرج على ايه حضرتك؟ جاي اتفرج على كوره ممتعه، جاي اتفرج على كوره جميله، جاي اتفرج على كوره فيها، وده يجي ازاي؟ يجي ان تكون كوره فيها نديه، اثاره، قوه، توازن، متعه، حاجات كتير. كويس. لكن الف ب في الموضوع اساس القصه هو التوازن، اني اجي الاقي فيه تقارب في المستوى، مش عايز اقول زي بعض. ودايما تلاحظها ان دايما المباريات اللي بيكون فيها فرق تقارب مستوى بتبقى خرافيه، بتبقى عليها متابعه رهيبه، بتبقى فيها تمام. تلاحظ الامر ده. فادي نقطه. تعالى بقى حضرتك ليه اللي بيجرى في كاس العالم مهازل بمعنى الكلمه. ليه؟ لمجرد بس ان انا افضل اشرك منتخبات. فانا هنا بوازن الامر ده. انا يا سيدي جايب لك منتخبات، اي عدد من المنتخبات عايز، ان شاء الله عايز تشارك ال 200 دوله، ان شاء الله عايز تشارك منهم نصهم 100 اللي انت عايزه. الفكره المذهله دي. كويس. مع زي ما قلت لك هتلاقي الامتاع، هتلاقي القوه، هتلاقي النديه، هتلاقي الاثاره، هتلاقي على الاقل الفرقه دي تابعها. فرضنا بدل ما حدش هيتابعها اصلا، اللي هي بتمثل لك اقل تقدير مثلا ربع البطوله، الفرقه دي حضرتك هيتابعها فوق جمهورها الطبيعي اقل تقدير هقول لك تلت النص العدد الجمهور اللي بيتابع بقيه المباريات، اللي هو بقيه العالم بمعنى اصح، او غالبيه العالم اللي هو المفروض يعني عشان ابسط الامر. لو قال لك اني ما بين بقى التلفزيون وما بين الملعب، والملعب طبعا اصعب لان الملعب كمان هيقول لك انا اروح مباراه مخصوص واروح احضر في ملعب عشان اشوف فرقتين سوري يعني جاب رهيب في المستوى ما بينهم. المباراه خلصانه قبل بدايتها، كاني فيلم انا رايح اشوفه، كاني شفته قبل كده او اتحكى لي مرتين ثلاثه، او مسرحيه شفتها قبل كده. طب ايه المتعه؟ فببساطه حضرتك انا مدي لك فرق شاسع في الامر ده. تعالى كده اللي هيجرى كالاتي. تعالى كده عشان ندي بس نعمل محاكاه سيميليشن على اللي بيجرى في البطوله الحاليه. بص يا جماعه، البطوله الحاليه هديك مثل يعني في العوار الخرافي. تعالى دور المجموعات. تعالى كده المجموعه الف، مكسيك، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه، التشيك. تمام. طبعا حدث ولا حرج يعني بص حضرتك يعني تمام. تعالى المجموعه الثانيه كندا، البوسنه والهرسك، قطر، سويسرا. المجموعه الثالثه البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا. يعني انا لا تعليق. المجموعه الرابعه الولايات المتحده، باراغواي، استراليا، تركيا. المجموعه الخامسه ايطاليا، كوراساو، ساحل العاج، كوراساو اللي ما حدش عارف ينطقها، الجهابزه اللي عندنا في الاعلام المصري، كوراسو والمش عارف ايه، ماشي. ساحل العاج، الاكوادور. المجموعه اللي بعد كده هولندا، اليابان، السويد، تونس. يعني انا مش قادر اتكلم والله العظيم يا جماعه. المجموعه اللي بعد كده بلجيكا، مصر، ايران، نيوزيلندا. المجموعه اللي بعد كده اسبانيا، راس الاخضر، السعوديه، اورجواي. المجموعه اللي بعد كده فرنسا، السنغال، العراق، النرويج. المجموعه اللي بعد كده الارجنتين، الجزائر، النمسا، الاردن. المجموعه اللي بعد كده البرتغال، كونغو الديمقراطيه، اوزبكستان، كولومبيا. المجموعه اللي بعد كده انجلترا، كرواتيا، غانا، بنما. يعني بص يعني تشوف العجب، عدم توازن في المجموعات، عدم توازن جوه المجموعه نفسها، جابات خرافيه، حاجات غريبه. تمام. ده هيؤدي لايه حضرتك؟ اني ظلم باين لانديه، لمنتخبات، انا اسف. لسه ما جبتلكش المسارات اللي بعد كده. كويس. واللي قلته تحقق بالحرف في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت لو نتذكر. مباريات مش متزنه، مباريات معروف نتيجتها من قبل ما تتعمل. فرق هتبقى انا اسف يعني زي ما بيتقال كده الحصالات بمعنى الكلمه رجعت تاني. ده هيؤدي كمان ان حتى في الجوانب الفرديه واحد ياخد لي زي فاكرين كاس العالم اللي خد هداف المنتخب، هداف البطوله كامله كان لاعب اسمه سالينكو من روسيا، كان بطوله اعتقد 2002 حاجه كده. حضرتك كان جايب 6 جوان منهم 5 فريق واحد. تخيل. ادي مثل بسيط يعني العوار والعك واللخبطه اللي بتجرى. طيب غير طبعا مشاكل كبيره جدا في الجانب تسويق المباريات، مباريات كتير جدا مش هتشاهد وهكذا. تعالى حضرتك بعد كده حتى دور 16. يعني هنا انت هنا عامل كام مجموعه؟ انت هنا عامل 12 مجموعه. 12 مجموعه دي هتؤدي ان انت هتدخل دور 32. اسف دور 32 انا بعتذر. انت عامل دور 32. دور 32 ده معناه انت هتاخد اول 2 ب 24 وتاخد كمان الثالث. كويس. لا مش الثالث، تاخد افضل 8 من الثالث.
افضل 8. تخيل حضرتك ال8 دول هيكونوا يعني مع كامل احترامي يعني ال8 دول هيكونوا ايه؟ طبعا مستويات برضو اقل، والتالت ده هيلعب مع اول، التالت ده هيلعب مع اول، فهتلاقي برضو في جابات، يعني هتلاقي نص على الاقل، على الاقل لا نص ايه اكتر والله من نص مباريات دور ال 32 محسومه من البدايه. ماليش دعوه بالمفاجآت، المفاجآت ده موضوع تاني، المفاجآت دي حاجه انت مش ضامنها، انا بتكلم في الشيء الطبيعي. طيب تعالى بقى لابتكاري وفكرتي، الموضوع بسيط للغايه ومميز للغايه ورائع للغايه. يا جماعه ليه ما نعكس؟ قعدت افكر كده واقول ليه ما نعكس؟ ليه ما يكونش دايما كل ما بتطلع اكتر كل ما بتلاقي المباريات اجمل واحلى وامتع؟ لان ابسط حاجه، ابسط كلمه تتقال بقى فيها نديه، بقى فيها توازن، توازن دي اقصد يعني قوه متقاربه، بقى فيها قوه متقاربه، فبقيت تشوف انت ضامن قبل ما تدخل الحدث اني لا اشوف مباراه جامده، تكسير عظام زي ما بيقول. كويس؟ الا بقى لا يعني غير اي احداث طبيعيه ده موضوع، غير طبيعيه ده موضوع تاني، لكن انت داخل وبتقول كده تمام ده طبيعي. وهديك مثل يا سيدي، تدخل على الاماكن اللي هي بتاعت التسويق، يعني تسويق المباريات واذاعتها والكلام ده، هتيجي تقول لك بذمتك لما تيجي مباراه من البدايه باين ان هي محسومه، مفيش توازن فيها، حتى وكانت المباراه نفسها اثناء المباراه بقت لا فيها نديه، فيها مفاجاه حصلت، الفريق القوي اصبح مش بالمستوى الامثل، فالفريق الثاني عمل عليه مباراه كبيره مثلا، بديك مثل. طب انت ضامنها ازاي دي؟ ضامنها ازاي؟ وبتحصل كل قد ايه؟ فانت حضرتك لما تيجي تقول حتى من الجوانب التسويقيه والماليه، هتيجي تقول لك ايه، قنوات ولا منشات ولا منصات ولا مش عارف ايه، ولا اذاعه مباريات ولا بس تلفزيون، اي حاجه من دي، او تغطيه او ايا كان. اول حاجه يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا فرنسا بتلعب المانيا، يقول لك مثلا انجلترا بتلعب مثلا السويد، بتقول لك مش عارف ايه اللي الفرق تمام. فهيقول لك اوكي على طول، هيقول لك لا دي اقوى بكتير ما اقول لك مثلا مباراه مثلا يعني بين اوزبكستان هتلاعب مثلا انجلترا، اضمن منين اوزبكستان ممكن تعمل مباراه كبيره على انجلترا؟ وارد يحصل، وارد، لكن بشكل يعني مش هقول نادر، قليل جدا، نسبته قليله جدا. بقى انا هنا قانون الاحتمالات بمشي على النسبه الضئيله جدا، بيعلوا بالمنطق، ما هو ما فيش حد يرمي فلوسه لو بنتكلم في جانب الفلوس. تعالى بقى للجانب الجماهيري، لو نفس الكلام اللي الجماهير هتجي لك على ايه؟ تعالى للجانب المتعه والاثاره والقوه والنديه ونفس الامر، تعالى حتى جانب العداله، انك تعمل نوع من العداله في البطوله نفسها. طيب فكرتي يا جماعه بتتلخص في الاتي، تمام؟ ليه ما نعكس زي ما قلت؟ ليه ما نعكس الامر؟ اوكي طبعا مش نعكس دي معناها اني هجيب المباريات الضعيفه تبقى في المقدمه، تبقى في الادوار المتقدمه، لا طبعا. اقصد نعكس اني بدل ما بنبدا بمباريات ضعيفه وتتصاعد، ليه ما نخليش المباريات تبقى فيها نديه، فيها قوه، فيها اثاره، فيها متعه، حتى لو كان فرقتين مش معروفين، حتى لو كان فرقتين مش على المستوى الكبير، كويس، لكن كون يبقى في فرقتين موجودين وقريبين جدا لبعض، ده في حد ذاته بيدي حاجه اسمها النديه. النديه دي اللي بتدي حته التوازن يؤدي الكوره مباراه انت ما تعرفش هتوصل ايه، بتدي فرصه للفرقتين ان هم يلعبوا بكامل طاقتهم، ما يبقاش نازلين مهزومين، يلعب بخطه هجوميه، وده الامثل وده الشيء طبعا الاساسي في اي رياضه وفي كره القدم تحديدا. فيبدا المدرب يدخل بخطه هجوميه، ما يرتكنش للدفاع، ما يقولش ده اصل انا هلعب قدام فريق مش عارف امكانياته ايه واعمل ايه وكلام من ده. لا بصوا يعني مميزات هائله، تمام. طبعا ده بيستدعي على الجانب الجماهيري وجانب المشاهده وجانب المباراه نفسها ومتعتها وهكذا. وياما على فكره الكلام ده انا شفته بنفسي، ان ياما مباريات والله كانت تبقى في نص الجدول، لو بنتكلم في دوري او مثلا بطولات مجمعه، تبقى فرقتين مش محسوبين، ما حدش بيقول عليهم فرقتين جامدين او اقوياء، وفرقتين يلعبوا مع بعض قريبين لبعض او متوازنين جدا، يطلعوا مباراه اجمل وامتع من فرقتين قمه او ما يسموا قمه. على فكره دول يلعبوا، خلوا بالكم النقطه دي كمان مهمه جدا، دول ممكن جدا يلعبوا لان مفيش حته الحسابات، مفيش حته الخوف، طبعا بتكلم في الحالي، الوضع الحالي. لكن لو في طبعا ابتكاري المذهل، حافز الاداء الابداعي او حافز الابداع، الامر يختلف للكل بلا جدال، كل هيلعب للمتعه، يلعب للاثاره، يلعب للقوه، يلعب للخطط المختلفه، يلعب للكره الجميله الابداعيه، مش يا سيدي حتى نقول بنسبه 70 80%، مش هقول 100%. اوكي، لان حضرتك هنا انت بتدي مش حافز وبس، ده الحافز ده اثر في نتيجه المباراه او هياثر في نتيجه المباراه، مش الجانب، انت مش بتفوز حضرتك بالجانب التهديفي فقط، كويس. وكلمه حافز ابداعي دي مش الكره اللي هي سوري يعني كره
مثلا بتاعت زمان مش عارف ايه والكرات اللي هي اللي فيها يعني، ايوه اجيبها لكم ازاي؟ ايه ترقيص؟ مش، لا انا بتكلم كره شامله، كل حاجه ممتعه، كل حاجه جميله بمعنى الكلمه، لاني داخل فيها معايير واسس معينه، حاجه ترجع لكم كره فوق الوصف، امتع كره ممكن تتخيلها حضرتك. كويس. طيب فببساطه الفرقتين ممكن يكونوا في مستوى اقل شويه، يعني دولك مباراه امتع واجمل بكتير من فرقتين اقوياء جدا. تمام، عشان ما فيش بقى محاذير وعدم والخوف مش عارف ايه، انا بكلم في الوضع الحالي بكرر تاني. طيب اللي هو نظام النقطه والنقطتين والثلاثه ونظام الفائز مش عارف ايه والكلام اللي انتم شايفينه، والنظام تغلب بيه تلعب بيه والالفاظ القميئه اللي بتتقال في كره القدم، والايه والنهائيات تكسب لا تلعب والكلام الفاضي ده. طيب الامر ببساطه هنعمل المجموعات هتكون بطريقه مختلفه. كويس. المجموعات بتاعتنا احنا مش هنعمل مجموعات في الاول، المجموعات مش هتبقى، قلت لك هنعكس المجموعات، مش هتبقى في الاول، ده هيفي بالغرض تمام في الجانب الزمني. تاني بتكلم في الوضع الحالي، لو بنتكلم ان انتوا سايبين لي المده الزمنيه وسايبين مفيش بقى حته الاعتبارات الوقت والزمن وبطولات متكالبه وبطولات متتاليه، كنت عملت لكم حاجات مش كلمه خرافيه اقل ما تقال، وعملت لكم لو فاكرين عملت لكم كميه بطولات رهيبه على كافه المستويات، بطولات قاريه، بطولات حتى محليه، بطولات عالميه، بطولات كاس عالم، حدث ولا حرج. لكن انا بكلمك في الوضع الحالي وعلى التوقيت الحالي الزمني. انت عايز تعمل بطوله مثلا في شهر، ولو بطوله زي دي في شهر مثلا ونص او شهر مثلا و10 ايام، هي دي يا فندم، مش هزود لك يوم. طيب هتبدا حضرتك مش هتعمل المجموعات الاول كالعاده، اللي هو النظام اللي عفى عليه الزمن بقاله 700 مليون سنه مفيش حد بيطور فيه، وبرضه لازم اربعات، ما تفهمش ليه رغم اني عملت قلت ان نظام ست فرق بيكون امتع جدا وافضل جدا، وعملت الامر ده لو فاكرين في كاس الافريقيه. فاللي هيتعمل كالاتي، اني هنبدا ب حاجه اسمها، اول حاجه خالص احنا دلوقتي هديك مثل سيميليشن بالبطوله دي، عندنا 48 اهو، 48 فريق تاهلوا. اوكي، هنبدا نعمل حاجه اسمها اللي هي طبعا متعارف عليها، اللي هي اسمها ليفلز او المستويات. طبعا المستوى بتاعتي انا مختلفه تماما عن مستويات العك اللي بيجرى في البطولات دي. المستويات هنا حضرتك قائمه على مستوى الفريق نفسه او الدوله او ايا كان مسماه الفريق، يعني فريق اساس منتخب او نادي، اخر فتره زمنيه معينه، مش هقول بالتفاصيل، التفاصيل كلها عندي طبعا، فتره زمنيه محدده قريبه على فكره جدا، وده طبعا ليه هدف ان يجيب لك مستوى منتخب حاليا، تفرق جدا جدا، لان الامر ده بيعمل مشاكل، يعني بيعمل لخبطه كبيره جدا، ان انت حضرتك تيجي تقول لي مستوى فريق في اخر السنه، لا يا فندم، لا يستقيم الوضع. انا بديك مستواه في اخر فتره زمنيه تكون متاكد منها ان ده مستوى هيبقى ان شاء الله في البطوله، تمام، بنسبه على الاقل 95% تبقى متاكد ان هو ده مستوى في البطوله. ادي رقم واحد. رقم اثنين، المعايير اللي بقيس عليها معايير مختلفه تماما. ايه المعايير اللي بقيس عليها مستوى المنتخب؟ لا مش بقى النقاط ولا مباراه وديه ولا كلام الفارغ ده، لا حضرتك انا عامل حاجه نظام عوامل كده معينه، يعني حدث ولا حرج، تخليك فعلا تبقى واثق ان لما اقول ده رقم واحد يبقى فعلا ده رقم واحد في القوه، ده رقم اتنين يبقى فعلا ده رقم اتنين، تبقى متاكد ان واحد ده افضل من اتنين حتى لو كان بفرق طفيف، لكن افضل منه تبقى واثق. رقم اتنين افضل من ثلاثه تبقى واثق ان رقم اتنين افضل من ثلاثه، وهكذا. فبعمل الليفلز هتكون دول 48 فريق في النظام الاعور ده. 48 فريق دي حضرتك هقسم لك على 8 ليفل، وهقول لك ليه 8 ليفل دول. ال8 ليفل 8 في 6 ب 48، عشان يبقى انا ليه انا بزود الليفلز مش عامل 4 زي ما بيجرى هنا، ده فشل. 4 دي بتعمل في كل ليفل جابات كبيره، مستحيل ابدا ان انت تلاقي الفريق ده، ممكن جدا يبقى فيه تباعد كبير بين الفريق هنا في نفس الليفل على فكره والفريق الاخر. كل ما تزود عدد، انا شرحت الامر ده كتير جدا قبل كده، كل ما تزود عدد الليفلز كل ما انت تعمل تقارب كبير جدا في مستوى المنتخبات الموجوده داخل الليفل، عكس اللي بيجرى لما حضرتك تعمل لي 12 فريق في كل ليفل. ده كلمه تهريج دي اقل ما يقال عليه، يعني ازاي بالعقل وبالمنطق تفاجئ حضرتك ان 8 ليفل 12 فريق في كل ليفل، يعني فريق هتلاقي فرق شاسع بينه وبين فريق اخر جوه نفس الليفل،
والاسم ان هما الاثنين من نفس الليفل ده يؤدي ايه لحضرتك؟ يؤدي تبعاتات كبيره وعدم توازن نهائي، يؤدي ان انت حضرتك لما بتيجي تعمل اهو ادي اللي ادى له الامر. غير طبعا موضوع ان المنتخبات اللي انا مش فاهم يعني ايه كلمه منتخب عشان هو اللي بينظم بطوله يبقى هو راس مجموعه. ايه التهريج ده؟ يستتبع الامر ده انت بتجيب لي اللي بعده من الليفلات الاقل، فتلاقي مجموعه اقل ما يقال عليها مجموعه ملهاش علاقه بالباقي، مش متوازنه مع الباقيين نهائيا، فده يؤدي لعدم تكافؤ فرص، يؤدي لعدم عداله، يؤدي لعوار بلا جدال. طب ايه المشكله يا سيدي؟ حط الفريق ده في مجموعه وحطه في الليفل بتاعه الطبيعي، ايه المشكله يعني؟ ايه الصعوبه في ده؟ وعايز ايه يعني ايه راس مجموعه ورجل مجموعه وبطن مجموعه؟ حاجات غريبه جدا. فادى اللي انتوا شايفينه 3 مجموعات مش متزنه غير مجموعات اخرى نفس الامر، بسبب الاسلوب الخاطئ مليار في المية. الموضوع وضع التصنيف والتصفيات ومش عارف ايه. المهم يعني تيجي حضرتك هتعمل كالاتي: جبنا ال6 منتخبات في كل ليفل، ال6 منتخبات دول هتلاقي تقارب كبير جدا في مستواهم مع بعض جدا، طبعا مش هيبقوا زي بعض بالظبط بس هيبقى في تقارب جدا كبير قوي. هنعمل حضرتك ان انت هتجيب كل اول مباراه، ركزوا قوي 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 في اللي بقوله، ركزوا قوي، فوائد خرافيه يا جماعه وازاله كافه السلبيات. رقم 1 هتلاقي حضرتك انت، تعالى كده اديك مثل، مجموعه ليفل 1 2 3 4 5 6 7 8، تعالى ليفل 8. ال8 ده اللي هو الاقل، يعني ليفل 1 هو الاقوى مثلا يا سيدي، بلاش عشان ابسطها، ليفل 1 الاقل، خلينا في ليفل 1 الاقل، ليفل 1 او مستوى 1. تمام، تعالى مستوى 1 اللي هو اقل مستوى، هتلاقي مثلا في بدي مثل منتخب زي كوراساو، منتخب زي مثلا اقول لك حالا البحرين مثلا، لا ده ايه ده، سوري معلش اجيب الترتيب تاني. منتخب مثلا زي كوراساو، هقول مثلا تدخل هايتي 2. هتدخل منتخب زي مثلا اقول لك حالا تونس ممكن تدخل معاهم، نيوزيلندا ادي 4 كويس. الرأس الأخضر، أنا هنا بتكلم كمستوى على فكرة، مستوى ركزوا تاني. ممكن أقول كونغو ديمقراطية كمان، بنما، يعني أدي مثلا 7 منتخبات نقي منهم ال6 الأقل. بدي مثل، تعالى كده ال6 دول لعبوا بعض وبنلعب بعض بطريقة معينة، خلي بالك بعمل إيه؟ بجيب ال6 دول، طيب تصنيف ال6 دول مؤشر القوة أو تصنيف القوة، تصنيف القوة الفريق. تعالى تصنيف القوة طبعا قلت بعوامل معينة كلها موجودة عندي بالتفصيل. هلاقي مثلا يعني رقم 1 مثلا الكونغو، رقم 2 كذا، رقم 6 ده كوراساو. طيب هل أعمل بقى العك اللي بيجرى ده، إني أعمل واحد يلعب 6؟ لا، مش واحد يلعب 6، واحد يلعب 4، 2 يلعب 5، 3 يلعب 6. جميل، تمام. حصل ايه حضرتك؟ دي المباراه الاولى، احنا دلوقتي بنتكلم مباراه حاجه، دي مش خروج على فكره، لسه هكمل لكم. تاني بكرر، انت عايز تلعب عدد مباريات، هو هخليك نفس عدد المباريات ده وهخلي لك نفس الهامش الزمني ده كويس، بس نظام مختلف تماما. اروع ايه هو ده؟ مش رائع اصلا. نظام بص، كل حاجه ممكن تتخيل، المتعه، الاثاره، القوه، الروعه، كل حاجه، اكبر عدد مباريات ممكن تشاهده وهكذا. تمام. هتلاقي حضرتك انت الكوراساو هيلعب مع الرابع وهكذا، ونمشي بالطريقه دي. طيب حصل ايه بقى حضرتك؟ نجيب الفريق الفائز ونجيب الفريق المهزوم. الفريق المهزوم هل كده انتهى الامر؟ لا طبعا، اقل عدد هخليك برضو اقل عدد من مباريات يلعبوا فريق يلعب 3 مباريات، نفس النظام اللي انت عامله، اني اقل عدد، بس ال3 مباريات مختلفين تماما، متزنين جدا جدا، يدوا له فوائد رائعه، وهقول لك هيكمل ازاي. طيب اتهزم فريق زي مثلا ندي مثل بنما بيلعب مثلا مع كونغو مثلا، بدي مثل اتهزم بنما وكونغو فاز. بحط هنا نقطه مهمه جدا، في حاجه اسمها الفوز هنا حصل بجداره واستحقاق، ولا فوز نظام انا ركنت ورا وفزت بهدف، فوز رقمي. في فرق بين فوز رقمي وفوز بجداره واستحقاق، اللي هو المفترض يبقى اللي هو اسمه ايه يا ربي، حافز الابداع كويس. طيب والاداء الجمالي وكل الكلام ده، ابدا اشوف الامر ده وابدا ادي معيار هنا. لا، لقيت فريق هنا فاز بجداره واستحقاق وبالاهداف، ممتاز، او فريق اخر فاز بعدم بجداره واستحقاق
لكن ما فاز في الاهداف فاز بيها فريق اخر، او حصل تعادل. طبعا مفيش تعادل هنا، بنكمل عادي. طبعا في النظام الحالي الفاشل، نظام ضربات ترجيح والكلام ده ماشي، بس بنبدا اشوف برضو ده مش المعيار بتاعي. المعيار بتاعي انا بحط هنا معياري انا. دلوقتي الفريق ده فاز مثلا 2-1، الفريق ده فاز كذا بس ما لعبش، ما كانش مستواه مميز، او فاز بضربه ترجيح. الفريق الثاني هو اللي كان اميز، هو اللي كان احسن، هو اللي كان عنده رغبه اكتر. فهنا في الحاله دي حضرتك ببدا اقيس زي ما قلت واشوف، واقول الفريق هنا الفائز اهداف، وهنا فريق فائز مثلا لعب كويس. انا هنا قلت في تقارب في المستوى، فده الطبيعي تمام. وانا عامل معايير معينه عشان جانب الايه الحوافز اللعب، اني ممكن جدا ما اقولش ان الفريق عشان هو اللي مهاجم اكتر، لا مش بتقاس بالطريقه دي، بتتقاس بتوازن كبير جدا جدا جدا، ان مين عنده الرغبه، مين عنده الجرين، مين عنده الرغبه اللعب كره مميزه، وهكذا مع امور اخرى كتير جدا. طيب اعمل ايه حضرتك؟ يبقى انا اصبح في النهايه ايه؟ في النهايه الفريق ده فائز اهداف والفريق ده فائز اداء بتاع، فاصبحت كانها تعادل كده، المباراه دي كانها تعادل كويس. تعالى بقى اعمل ايه بقى حضرتك؟ اجيب الفريق اللي فاز اهداف ولعبه مع فريق في الليفل اللي بعده بليفلين المباراه الثانيه. يعني بنما مثلا فازت، دي مثل بنما بتلعب الكونجو في المستوى اللي هو الاخير ده، بنما فازت اهداف لكن الكونجو فاز اداء، فهجيب بنما، يا بنما انت الماتش اللي جاي بقى عشان انت فزتي اداء ما فزتيش اداء، هتلعبي الفريق اللي جاي في المستوى اللي بعدك، اللي هو مش الثامن بقى، او مش سوري يعني نقول مش اللي هو اول حاجه اللي هو اقل حاجه، لا هتلعب في المستوى الثالث. هجيب فريق من المستوى الثالث. طيب مين الفريق اللي هيلعبوا؟ بنما بتوع المستوى الثالث لعبوا بعضيهم كويس، المستوى الثالث لعب بعضه، هلعبوا مع فريق في المستوى الثالث اداء يعني ادى بيه. لان طبعا خلوا بالكم انا بعد كل مباراه، او ده بسميه كل دور مثلا، او بلاش دور، اقول كل جوله، بعد كل جوله بتتلعب بعيد الترتيب تاني على فكره كويس، بس ترتيب مش ترتيب شامل، ترتيب كده اللي هو ايه جزئي. يعني ايه جزئي؟ دلوقتي فرق لعبت مع بعض، فبناء على المباراه اللي اتلعبت دي ببدا اعمل نوع من الترتيب تاني كقوه جوه الليفل نفسه كويس. ان دلوقتي مثلا في المستوى الثالث في فريق لاعب فريق اخر وكان مستواه اعلى من الفريق الاخر ده، بس ما فاز بنفس الطريقه، فابدا احطه مثلا في ليفل يستحقه، لان خلوا بالكم الاداء عندي هو الاعلى من الفوز الرقمي، الاداء اعلى، فابدا احطه في الاربعه اللي فوق كويس بطريقه معينه جوه سوري الثلاثه اللي فوق اللي موجودين جوه الليفل تمام، والثلاثه اللي تحت دول هو اللي فائز رقميا او كان اداؤه مش على المستوى الامثل زي ما قلت. ابدا اجيب بنما، يا بنما انت فزتي فوز رقمي فقط، هلعبك مع فريق من المستوى اللي بعديكي، المباراه اللي جايه الثانيه هتلعبي معاه باداء يكون فاز هو باداء مش نتيجه فقط، يكون فاز باداء ونتيجه. ده نوع من العقاب عشان تلعب، عشان فرقه زي دي تلعب، ده المباراه الثانيه تمام. هتلعب بنما مع فريق زي ده في المستوى اللي هو ايه اللي بعده زي ما قلت كويس. الكونجو لعبت في المستوى بتاعها باداء جيد، هلاعبها مع فريق من المستوى اللي بعده ده لو ما فازتش بالمستوى اللي بعده برضه اللي هو المستوى اللي يعتبر الثالث، بس فريق فاز رقميا اوكي، عشان يبقى برضه انا بديله نوع من الحافز ان انت لا اديت، فانا هدي لك فريق ممكن يبقى فيه تقارب كبير، يبقى انا هنا برضه مباراه متقاربه جدا حتى لو كان الليفل متباعد بس هو ادى. تعالى بقى ليه لو كان مثلا فرضنا الفريق ده فاز بنتيجه واداء الاثنين، بيجي المباراه اللي بعدها بلعبه مع فريق اعلى منه بليفل واحد، ده برضه حافز ليه لان هو ادى اداء ونتيجه، فانا بديله المباراه اللي بعدها مع فريق في اللي بعده ومش عايز ادوشكم برضه ليه اسس كده بيتم اختياره بيها تمام، مش بقرعه لا يا فندم، ده بيتم الاختيار بناء على مستوى المباراه اللي فاتت. شوف بقى الفرق الشاسع. تعالى تمام طيب تعالى، وكل ده الامر ده بس تقييم على كل الايه طب حد يقول لي طب اول ليفل هيلاعب مين اعلى منه؟ لا مش هيلعب مع اعلى، بيلعب مع اللي تحت. لعبت اول مباراه ليا مع الليفل بتاعي كويس، دي اول مباراه ليا، بناء عليها ببدا العب اشوف هحدد لك المباراه اللي بعدها هتلعب مع الليفل اللي تحتك ولا الليفل اللي تحتك اللي هو ليفل 8 اللي هو اعلى ليفل، هتلعب مع 7 ولا 6. طيب بناء بقى على المباراتين اللي اتلعبوا اول جولتين هبدا اديله المباراه بتاعتك هتروح فين
تعالى كده الفريق ده قبل بلاء حسن او عمل المطلوب هو ايه يا فندم؟ المطلوب في المباراتين دول اقل تقدير تكون حضرتك لعبت على الاقل مباراه باداء ابداعي ومستوى فنيات ليها كده ليفل معين تقاس، يكون مش اقل مثلا من 70%، كويس، 75%. ومباراه اخرى ممكن تبقى متوسط يعني فوق ال50، لكن مش اقل من كده، مش راكن خالص ورا تلعب دفاعي بحت، ما ينفعش. كويس، عملت ده حضرتك، انا بديك المباراه الثالثه بناء على كده. تعالى العكس لو فريق كده وهكذا. كويس، هبدا ادي لك المباراه الثالثه ازاي؟ سي من المستوى الثامن، المستوى الثامن ده اللي هو سوري المستوى الاول اللي هو اقل مستوى يعني، تمام، او يعني اللي هو اقل مستوى، هبدا ادي له المباراه الثالثه بناء على المباراتين اللي فاتوا. كويس، هل المباراه الثالثه تبقى في، طبعا انت ما بخرجكش نهائيا بره اول 4 ليفل نهائيا، يعني انت هنا بتلعب الليفلز بتاعتك كامله، من لو انت اقل ليفل اللي هو الاخير بتلعب في خلال ال4 ليفلات اللي يخصوك، اللي هو الاخير واللي قبله واللي قبله واللي قبله، ونفس الامر بالنسبه للي فوق، عشان احافظ على مستوى المباريات الاولى. دي مهمه جدا، يبقى في تقارب. كويس، وانا هنا عامل ليفلات كتير وعامل عدد قليل من المنتخبات في كل ليفل عشان يعني النقطه دي تبقى مهمه جدا. كويس، تمام. فانت هنا بتلعب في نطاق 4 مستويات فقط، ما بتزيدش عنهم سواء تحت او فوق. ده في اول 3 مباريات. طيب خلصنا من اول 3 مباريات يا فندم، ببدا حضرتك اشوف النتيجه النهائيه بتاعتك، والنتيجه النهائيه بتاعتك بتبقى ايه؟ مش فوز رقمي فقط، لا، فوز رقمي، واحط لك هامش الاداء الممتع والابداعي. بناء عليه حضرتك ببدا اقول تمام، يبقى هنا بجيب لك من كل ليفل انت اشوف على الاقل تكون عملت مباراتين باداء مميز، وده بيبقى حافز جامد جدا. على الاقل مباراتين باداء مميز جنب سواء بقى فزت او خسرت او كده، بس مهم جدا يكون في كمان جانب الرقمي، يعني انت اداء مميز وجانب الرقمي. تمام، قدرت تعمل ده يبقى انت تتاهل على الاقل مباراتين من 3. طيب تتاهل ازاي؟ طب لقينا ان الفرق اللي موجوده اقل في العدد، بجيب الاحسن الافضل. ممكن واحد يكون عمل مباراه رائعه وفاز فيها، لكن واحد تاني عمل مباراه رائعه او المباراه الثانيه رائعه وما فازش فيها، لا ده عندي افضل، اخده من فريق فاز ب3 مباريات لكن ما عملش اداء رائع. كويس، ببدا اطلعه بقى في الادوار اللي بعد كده. الادوار اللي بعد كده حضرتك بعمل ايه بقى؟ الادوار اللي بعد خلاص، اللي لعب 3 مباريات وما انتأهلش، انت عملت اللي عليك وشكرا، وامتعت واستمتعت وتمام، وخدت فرصتك الكامله، ومباراه كانت في يعني في الاطار بتاعك. اللي ما قدرش اللي تأهل بقى حضرتك باجي في الدور الثاني. الدور الثاني ده اللي بيكون من كام يا فندم؟ 24 فريق. كويس، اللي هو دور 24 او بمعنى اصح دور المجموعات. بجيب لك بقى مجموعات من 24 فريق. اوكي، ال 24 فريق دول اوكي ببدا اعمل لك المجموعات بتاعتهم. بتبقى المجموعات، تعالى بقى ركز معايا جدا، المجموعات بتاعتهم بتبقى مش من 4 فرق، 4 مجموعات من 6 فرق. ليه؟ هتلاقي عدد فرق اكتر في المجموعه اقوى، المباراه امتع، متقاربه جدا، برضو بحطهم بطريقه معينه متوازنه جدا. اقل فريق في المجموعه هتلاقي فريق قوي، مش هقول لك فريق رائع بس على الاقل هيبقى فريق قوي بالبلدي كده، يكسر مع الباقيين. زودت عدد المنتخبات الكبيره والقويه، او بمعنى صح القويه، مع بعض في مجموعه واحده، ما يبقاش فقط انت بتتاهل حضرتك الادوار اللي بعد كده من بعد دور المجموعات، اللي هو طبعا ده الدور الرئيسي بتاعنا، ده يعتبر ده الدور بقى الجامد قوي، الزبد زي ما بيقولوا. تمام، وهنا هعمل لك دور مجموعات واحد فقط، زي بالظبط البطوله اللي انت عاملها دلوقتي، بس عامله في الاول، ده خطا فادح، انا بعمله لك في الاخر، او مش في الاخر، في الوسط. فعملنا دور ال 24 من المجموعات دي، 6 فرق في كل مجموعه من 4 مجموعات، حاجه خرافيه وتكسير عظام زي ما بيقولوا. تمام، جينا بعد كده بعمل ايه بقى حضرتك؟ باهل دور بقى ايه، اطلع بعد كده دور 16. خلي بالك انا هنا لغيت دور 32 ما بقاش موجود، فوفرت لك، لان زودت عدد مباريات في المجموعات هتبقى متعه اكبر بكتير جدا. فهنا 6 بدل ما تلعب حضرتك 4 فرق، هتلعب من 6 مباريات، هتلعب 6 فرق. 6 فرق دول هيلعبوا 5 في 3 ب15. كويس، دور مجموعات 5 في 3، كل فريق بيلعب اللي معاه. ولغيت لك دور 32، 5 في 3 ب15. هتيجي حضرتك بعد كده هتلعب دور، انت عندك فكرتين، في عندك طريقتين، شوف الانسب ليك. هتلعب دور 16، هتاخد افضل هتاخد افضل 4 فرق من كل مجموعه، افضل 4 فرق وتدخل دور 16. هيبقى ماشيين بنظام
اول يلعب ثالث مجموعه، تاني يلعب رابع، مفيش حاجه اسمها اول يلعب رابع دي، اول يلعب ثالث، تاني يلعب رابع، وهكذا. اول يلعب ثالث وتاني يلعب رابع، تمام؟ لان اول والتاني بيبقى دايما العمليه متقاربه جدا بالنظام اللي انا عامله، فانت ما مش تعمل الاول والرابع والتاني تمام؟ فهي تمشي بالطريقه دي. فتمشي بعد كده خلاص دور 16 تلعب دور 8 طبيعي جدا برضو بنظام معين بطريقه معينه بمسارات من اروع ما يمكن كلها موجوده عندي، تعمل نديه كامله وعداله كامله. خلاص دور 8 تخش دور قبل نهائي، تخش دور نهائي، وهكذا. احسب حضرتك المده الزمنيه دي، مش هتلاقي فيه فارق، وهتلاقي مباراه امتع 1000 مره. عايز تلغي دور ال 16 وتلعب 8 على طول، تاخد اول فرقتين في كل مجموعه، اول يلعب تاني وتاني يلعب او وهكذا، سهله. ده موجود وده موجود، وهنا مفيش غبن، لان انت عملت دور، اديت فرصه كافيه في دور المجموعات، تكسير عظام وطحن بمعنى الكلمه، 4 مجموعات من 6 فرق، حاجه اللي هم الزبد زي ما بيقولوا، حاجه جامده جدا، تقارب مستوى على اروع ما يمكن. تاكدت تماما ان اللي داخل المجموعات هم الفرق الامتع والافضل واصحاب الكره الجميله، ده لان ده حصل في الادوار الاولى الثلاث جولات الاولى. اللي عندهم قدره او عندهم امكانيه انهم او عندهم كمان رغبه يلعبوا الكره الجميله والمميزه، اللي دمجوا حافز الابداع او الجانب الابداعي في الكره مع كمان الجانب الرقمي، اللي يعني كل حاجه. فضمنت تماما ان اللي داخلين المجموعات دول هم الافضل، هم الاقوى بمعنى الكلمه. لغينا تماما المقاتل القذره بتاعت البطولات، تكسب لا تلعب، اللي تلعب بيه تكسب بيه، اللي مش عارف ايه، المهم الفوز، اللي التاريخ ما بيفتكرش غير الفائز باللقب، بينسى اللي لعب الكره الحلوه. كل الكلام الفاضي ده انتهينا منه. كل المقولات التجاريه دي، التجاريه القذره دي، انتهينا منها تماما. دي في الاول في الاخر دي رياضه، اساسها المتعه، اساسها الاثاره، اساسها العداله، اساسها التنافسيه، اساسها القوه، اساسها الامتاع، اساسها في ايه يا جماعه؟ المهم، فادي ببساطه يا جماعه كده، يعني مفيش اسهل من كده. احسبوا المده الزمنيه، 3 مباريات الاولى هم بالظبط ال3 مباريات الاولى بيتلعبوا في دور المجموعات. هتلعب بعد كده دور المجموعات، او انا اسف 3 مباريات الاولى هم اللي بيتلعبوا كانهم ادوار ثانيه. تلعب بعد كده دور مجموعات اللي هو المباريات اللي هتتلعب ال15 في كل مجموعه، تمام؟ بعد كده هتلعب ودول على فكره على قد ايه؟ لو احسب حضرتك كده، انت بتلعب 5 جولات، ال5 جولات دول ايه؟ ده الدور الرئيسي بتاعنا خلاص. 5 جولات دول في قد ايه؟ كل 3 ايام مباراه، فرضنا 5 في 3 ب15، يبقى دي دور مجموعات الاساسي بتاع 15 يوم. 15 يوم. تعالى 3 مباريات الاولى في 9 ايام، عشان بحسب لكم اهو 9 ايام، 9 و15 24. تعالى بعد كده هتدخل على طول على مباراه دور، لو فرضنا 16، دور ال 16 هتتلعبوا، دور 16 دول 8 مباريات يتلعبوا في 4 ايام، اوكي؟ 4 ايام، يبقى بتتكلم في قلنا هناك 15 وقلنا 9 24، وادي 4 ايام 28 وعندك دور 8. دور 8 من 4 مباريات تتلعبوا في يومين، قلنا 28 30، ثم قبل النهائي في يومين، ادي 32 ثم نهائي، تمام؟ يبقى بتتكلم في 33. هتحط ما بينهم فراغات، بالذات ما بين ال 16 وال 8 و8، يعني تحط فراغات يومين كافيين جدا. يومين، يبقى يومين، يعني بتتكلم في حوالي 6 ايام بين كل دور، يبقى 6 ايام حضرتك، يبقى دخلت 40 يوم. وانا من عندي يا سيدي بدي لك 10 ايام تاني اهو، فراغات في النص، 50 يوم. بطولتك الحاليه قد ايه حضرتك؟ هتلاقيها في حدود 45 يوم، مش كده ولا انا غلطان؟ 45 يوم. انت دلوقتي هتبدا تقريبا حاجه زي كده، او 40 يوم. حضرتك هتبدا، انا بديك 10 ايام زياده اهو، اعمل فيهم اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تلغيهم ومديك فراغات في النص، يعني الطبيعي بتاعنا 40 يوم، الطبيعي بتاعنا 40 يوم. تعالى حضرتك كده مديك 10 زياده. طيب تعالى قيس كده، انت هتبدا في نص 6، هتخلص على اواخر 7 على ما اتذكر، يعني على حسب علمي. اتاكد لكم اهو، اتاكد لكم حالا، من 11 6 2026 ل 19 7 2026. 38 يوم حضرتك، 39 يوم، لان انت بتحسب اليوم كام؟ بتحسب 11 وبتحسب 19. 39 يوم، 39 يوم. انا عامل لكم البطوله بتاعتي 40 يوم، 40 يوم، وعامل لك 10 ايام هامش، ممكن اقول 5 ايام يا سيدي، بلاش 10 ايام، 45 يوم. يبقى انا زايد 6 ايام. 6 ايام دول قدامهم ايه بقى؟ قدامهم شوف الفوائد اللي لا تعد ولا تحصى. شوف ازاله كل السلبيات اللي ممكن تتخيل، غالبيتها يا سيدي، مش هقول كلها. شوف الفرق الشاسع في النديه والاثاره والمتعه والقوه والمداخيل والبث التلفزيوني والقوه والاثاره والمشاهدات. اتحداك
اعمل اللي بقوله ده، هتلاقي المشاهدات تتضاعف 50 مره، هتلاقي تتضاعف اقل تقدير. سواء في المنزل، انا واحد من الناس بمل، انا واحد من الناس والله نص مباريات ما بشوفها، اللي هو يعني متداخل قوي في مجال كره القدم، فما بالك في اللي ملوش في الموضوع. فعلا في عدد كبير جدا. يعني انت بتتكلم ان مثلا كره يعني كاس عالم زي ده هيشوفوا قد ايه؟ وكلمه هيشوفوا دي كلمه خادعه. هيشوفوا دي يعني هيشوف البطوله كامله، ولا هيشوف اكبر عدد ممكن مباريات، ولا هيشوف مباراه؟ ممكن واحد يقول لك شاف مباراه، يقول لك ده شاف كاس العالم، مباراه من 50 ولا 60 مباراه. يعني ايه شاف كاس العالم؟ لا، في حاجه اسمها رواج المشاهده، او المشاهده الترويجيه، او عدد اللي شاف فعلا. ولا واحد فتح التلفزيون كده بص لقى 5 دقايق وزهق قفل، يبقى كده ده شاف كاس العالم؟ ان انا بنهزر. عموما ده كل حاجه، مش عايز اطول اكتر من كده. فكره خرافيه يا جماعه، خرافيه بمعنى الكلمه. الياتها كامله، اسس تنفيذها، نظامها، اسلوبها، كل معاييرها بالتفصيل الكامل كلها عندي بالتفصيل. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. حاجه جباره بمعنى الكلمه. هي تعلمكم يعني ايه كلمه بطولات فعلا بمعنى الكلمه. بطولات المجمعه على اكمل وافضل وامثل واروع صوره ممكنه. تعرف كان ايه كاس عالم زي ده اللي بيتقال عليه اللي هو البطوله اللي بتستنوها كل 4 سنين، ومليئه بالعوار ومليئه بالسلبيات والكوارث بمعنى الكلمه، ومش عارفين قيمتها بمعنى الكلمه، لان اللي موجودين ناس هقول ايه يعني الفكر. عموما ده كل حاجه، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله، وانتظروا في حلقات مدويه. وفي السوبر بول مكملين يا جماعه، حاجات مذهله بمعنى الكلمه، ومجموعه خرافيه من القوانين واللوائح والنظم والاطر والمعايير والاسس، حاجه جباره بمعنى الكلمه ان شاء الله باذن الله. وباذن الله في اقرب وقت ممكن هتكون ان شاء الله اللعبه بدات، وتشوفوا الفرق الشاسع بمعنى الكلمه بينها وبين الالعاب الاخرى وعلى رأسها كره القدم. واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله، وانتظروا في حلقات مدويه في اميزنج سبورت على اميزنج ميديا، واشوفكم على خير.